كأن وزارة الداخلية في مصر لم تكن وحدها من فوضت بوضع الخطط واتخاذ الإجراءات لفض الاعتصامين الشعبيين في ميداني النهضة ورابعة العدوية وسط القاهرة، لا بل كأن مذيعي القنوات الفضائية المصرية ومعهم ضيوف برامجهم قد اختيروا أعضاء في هيئة أركان المواجهة المتوقعة التي يضع المصريون والعرب أيديهم على قلوبهم تحسبا من أخطارها. أنا مستني من اللواء محمد إبراهيم بإذن الله إن هو يمارس هذا التصعيد المتدرج وإنه يحسب كل الخطوات. هنا يغيب الصوت الآخر ولا يسأل أي من معارضي عزل الرئيس محمد مرسي عن رأيه، كما يغيب ذكر القوانين والمواثيق الإنسانية ليحل بدلا منها هدير غاضب صاخب يتكامل فيه المذيع وضيفه ليجرم التجمعات الشعبية باعتبارها إرهابا يهدد الأمن القومي. الإرهاب مش سلاح بس، لا الارهاب بادئ من الفكره وبادئ من الحيطه انك بتحرض على فلان وعلان. في فقرات اخرى من هكذا برامج يدور الحديث عن وجود ارهابيين واسلحه داخل ميدان رابعه لا عن افكار ارهابيه فحسب، وطبعا دونما ادله او قرائن من تلك التي يقتضيها العمل التلفزيوني واولها الصور. دول فئه وتيار استخدم مجرمين وهاربين من العداله وبيعمل اعتصام مسلح مش سلمي. اللافت أن هؤلاء يتوافق معهم أيضا بعض ممن سبق أن عانوا ما عانوه على أيدي أجهزة الأمن. هو اعتصام مسلح، هذه مظاهرات مسلحة، هذا قطع طرق مسلح، هذا ببساطة اللي موجود في رابعة مستوطنة حقيقية. بعض هؤلاء يصل بهم الحماس إلى درجة اقتراح خطط عسكرية لفض ميدان النهضة أولا باعتباره منطقة غير سكنية، وتفريغ ميدان رابعة ثانيا من سكانه وتحويله إلى معتقل. المدرعات بالدبابات تحاصر المكانين، تاني تحاصر المكانين، ممنوع حد يدخل، ممنوع أكل يدخل. يختلف آخرون مع هذا الرأي ولا يرون بديلا من استخدام القوة لفض الاعتصام حتى لو سال الدم. امال هتعمل ايه؟ هتجيب مسدس البابلز؟ يعني هنرش جليتر؟ هيضربك بالخرطوش فهتروح واخد ايده ترقص معاه ماكارينا؟ ومرة أخرى تجد الخفة أو الرعونة من يحاول عبثا فلسفتها وتعميقها نظريا بين من يسمون النخبة المثقفة. السؤال بتاع التكلفة هنا ما يبقاش مطروح في الفراغ، لا ده يبقى مطروح في سياق إرداد مصر. مصر رهينة إذن في ميدان رابعة ولا بد من تحريرها وفق منطق جنرالات الفضائيات المصرية، ولكن ألا يخشى هؤلاء عليها من أن يصيبها رصاصهم ولو بالخطأ؟